قولي لي، والطفولة السعيدة بقى تتحقق إزاي؟ وبتعملوا ده، بتوصّلوا للأمهات المعلومات المناسبة ليها برضه إزاي؟ تمام. لحتى يكون عندنا طفل سعيد، أول شيء لازم يكون عندنا أم سعيدة. أكيد. ما رح نقدر أبدا نوصل لهي المعادلة إلا من خلال الأم، لذلك نحن أول شيء بنشتغل على الأم وعلى نفسيتها بالأساس، فبنساعدها إنه هي ما تكون مضغوطة، تعرف كيف تحقق التوازن بين نفسيتها واهتمامها حتى بصحتها النفسية والجسدية، وكمان بنفس الوقت توازن بين احتياجات أطفالها ومسؤولياتها الكاملة بالمنزل. كيف بنقدر نوصل لهذا الشيء؟ من خلال أول شيء نحن بنشتغل على التوعية، بث توعية. بنحاول برضو انه نحن يعني نقتبس الاسئله والهموم والمشاكل من الامهات ذات نفسهم، ونقدم لهم فيما بعد اشياء متخصصه بتساعدهم. يعني مثلا شكوى مثلا عن العصبيه، كيف انا اقدر مثلا اضبط اعصابي، كيف بقدر اتحكم بعصبيتي، كيف بقدر اكون ام متوازنه وهادئه نفسيا. فهي مشكله طبعا يعني ما بتفرق عند اي ام ايا كانت جنسيتها. اديني روشتة كده صغيرة كده أيوة. أقدر أمشي عليها وأقول أنا كده أبقى أم هادية وعارفة أحقق فعلا السعادة لأولادي. تمام. أول شيء هي الأم لازم تنظر الأسباب العصبية. أول شيء هل هي ضغوط نفسية بسبب تراكم الأعباء المنزلية؟ إذا أنت محتاجة إنك أنت تنظري لترتيب الأولويات، بنساعدها بترتيب الأولويات من خلال مثلا إنه هي تحط مثلا شو هو الهام والمستعجل أول شيء، بعدين عندنا المستعجل لكن أقل أهمية، بعدين هام غير مستعجل، غير هام غير مستعجل. فهن من خلال 4 خطوات نحن ممكن نساعد الام انها ترتب اولوياتها. في حاجات اصلا ممكن ما نعملهاش خالص، وعلى فكره ويومنا يمشي بحياتنا حلو وجميل. ممكن. بس مثلا نحن حننظر للاسباب يلي دفعتك للعصبيه، هل هي اسباب طارئه ام انه هي اسباب متراكمه نفسيا من سنوات؟ لانه احيانا في امهات مثلا بيكون عندها مشاكل متراكمه بتوصل لمرحله الفيلير، خلاص هي مش قادره تضبط اعصابها. فنحن بنحاول من خلال طبعا متخصصات، يعني اول شيء انه رح يكون في مكالمه خاصه مع الام، نفهم الاسباب. بعدين اذا لقينا انه في عندها مثلا والله مشاكل زوجيه، اذا عندها والله لا مشاكل بتربيه الابناء، فنحن نحاول نوجهها للباث الصحيح او المسار الصحيح اللي هي تقدر تاخده. اولوياتنا لو عندنا مشكله بنلاقي عندكم برضو دعم في الجروب اللذيذ بتاعكم. ايوه بالزبط. ايه كمان ممكن الام تعمله غير الروشته بتاعتنا السريعه؟ تمام. تاني شيء ممكن هي مثلا تبدأ تقلل مثلا من أحلامها وطموحاتها يلي بترسمها خلال اليوم. أحيانا كثير من الأمهات أنا هعمل 20 حاجة النهاردة بالزبط. لو عملت 2 يبقوا كويس قوي في الآخر. تمام. فهي دايما إنه بتحس إنه أنا علي مثلا إنه المطبخ والولاد وتحضير الغداء وما بعرف شو، فأنا بقول لها أنت متأكدة إنه أنت قادرة تعملي كل هي الأشياء بيومك؟ انت عدي شوفي يومك، انت يومك مو 24 ساعه ولا 12 ساعه. اول شيء انت لازم تحسبي ساعات النوم، قله ساعات النوم حتاثر عليكي قولا واحدا نفسيا. يبقى انت اول شيء لازم تحطي اولوياتك وصحتك النفسيه والجسديه بعين الاعتبار، بعدين تبداي تكوني واقعيه، تنزلي لارض الواقع، ما تحطي كثير احلام بتحققيها خلال اليوم، هذا حيعمل عليكي اكيد ضغط نفسي.